يعالجوا بيها ويطلع الجن. المهم في يوم كنت قاعد باكل مع اهلي، فخلصت وشلت الاكل، بس وانا ماشي حسيت ان في حد زقني ووقعت بالاكل. الموضوع ده اتكرر اكتر من مره، وكمان امي واختي قالوا لي انهم بيشوفوني بمشي بالليل وانا نايم وبخبط دماغي في الحيطه وبقول كلام غريب مش مفهوم. لغايه لما في يوم صحينا على كارثه. اختي كانت بتصوت وكل حاجه في البيت كانت مقلوبه. جرينا عليها ولما سالناها قالت كان في واحد شكله وحش عاوز يموتني، وفضلت تعيط. طبعا ماما ما صدقتش الكلام ده، وبابا كان مسافر علشان شغله. ماما نامت معاها في الأوضة، واخويا دخل نام، وانا اللي فضلت قاعد في الصالة ومش فاهم ده حصل ازاي. شفت حاجة بتتحرك بسرعة في الصالة، قمت علشان اشوف ايه ده. كان خيال اسود بيتحرك بسرعة غير عادية. انا قلت ده وهم، بس ما كانش وهم، لان الخيال الاسود ده وقف في وشي. انا اتشلت من الخوف. هتقولوا ازاي وانا كنت بروح اماكن مسكونة؟ هقول لكم لما الواحد بيظهر له حاجة بيخاف منها مهما كان. ولقيته بيقول لي فضولك هو اللي وصلك لكده، وراح ضربني. انا وقعت في الارض من شدة الضرب، ولقيت حاجة زي ايد بتظهر من تحت الارض ومسكت رجلي. انا فضلت اصرخ لغاية لما صحيت من النوم. ايه ده؟ الحمد لله كان حلم، بس حاسس بوجع في مكان الضربة اللي ضربها لي. المهم امي صحيت وبدأت تروق البيت، وانا دخلت اطمن على اختي، لكن اول ما شافتني قالت لي انت السبب، هيموتوني بسببك. وفضلت تصوت وتقول لي اطلع بره اطلع بره. سبتها وطلعت وفضلت اقول السبب في ايه ومين دول اللي هيموتوها. امي اتصلت ببابا عشان يرجع بسبب ان اختي حالتها كل يوم بتزيد سوء. بابا رجع وامي حكت له على كل حاجه، وديناها المستشفى، بس ما يعرفوش عندها ايه. كل اللي قالوه انيميا حاده. وانا كمان بقيت بشوف حاجات غريبه، وبالذات الشخص اللي واقف في ركن اوضتي. شخص واقف ما بيتحركش، ولما شغل النور بيختفي، ولما بطفيه الاقيه تاني في مكانه بس ما بيتحركش. انا سبت النور شغال، لكن النور اتطفى لوحده، ولقيته واقف جنب السرير. انا اغمى عليا من الخضه، لكن بابا ما سكتش وكلم الشيخ مصطفى صاحبه، وفعلا ما كملش ساعه وكان عندنا. لكن لما شاف اختي لقيت وشه ظهر عليه علامات الغضب وقال سيبونا لوحدنا سيبونا لوحدنا. قعد معاها بالظبط نص ساعه وطلع من اوضتها وقال ما تقلقش هتكون كويسه. ولقيته بيبصلي ومركز معايا جدا، وقال بعد اذنك يا حاج علي، هاخد معايا الواد حسن علشان وحشني وعاوز اقعد معاه شويه. بابا وافق، ورحت مع الشيخ وانا عماله افكر هو عاوزني في ايه. طول الطريق ساكت ما بيتكلمش لغايه لما وصلنا البيت، وقال لي ادخل. دخلت وقال لي احكي اللي انت عملته وما تقولش ما عملتش حاجه. انا ما رضيتش اكلمك قدام باباك. قلت له مش فاكر انا عملت ايه. قال لي طب تحب افكرك؟ فاكر من اسبوع لما كنت انت وصاحبك بتدوروا على حاجه تعملوها غير الاماكن المسكونه؟ ها تحب اكمل ولا تكمل انت؟ قلت له حاضر هقول. سمعنا ان في ساحر مدفون في تربه بس بعيد شويه، وكانت التربه دي بس اللي موجوده. رحنا هناك وفضلنا نزعق ونشتم فيه ونقول لو راجل اطلع لو راجل اطلع، وطالما انت ساحر فين الجن بتاعك؟ وفضلنا نضحك ومشينا. بس ده كل اللي حصل. رد الشيخ وقال انت عاقل يا ابني عشان تعمل كده؟ انت ما تعرفش ان الميت ليه حرمته مهما كان، وانت بتقول ده ساحر يعني ليه حراس من الجن وهم السبب في اللي انتوا فيه. واختك دلوقتي واختك كانت هتدفع الثمن اللي انت عملته. خليك في حالك يا ابني علشان هم كمان يكونوا في حالهم. انا طهرت البيت من اللي كان فيه، واختك هتكون كويسة، بس انت تيجي كل يوم عشان اعمل لك رؤية علشان اللي عليك ده يمشي. وبدأ يقرأ قرآن. كنت حاسس بدوخة وكأني في وهم او حلم. فقت من ده كله لما قال ما تخافش هتكون كويس. وفعلا كل يوم بروح عنده لغاية لما كل حاجة اختفت. رحت بقى علشان اشوف صاحبي، لقيت امه بتقولي مات صاحبك مات وسايب لك الورقة دي. انا خدتها ومشيت مش عارف افكر مات ازاي وامتى. روحت البيت وفتحت الورقة وكان مكتوب فيها حسن.
لما توصل لك الورقة دي هكون مت بعد ما رجعنا من عند القبر. الفضول كان عندي اكتر وعاوز اعرف مين الساحر ده. تاني يوم رحت هناك وكسرت قفل التربة ونزلت. كان هو الأوراني الساحر المشهور، وبصراحة كان عاجبني الخاتم اللي هو كان لابسه جدا. خدته من ايده وطلعت. بس اول ما روحت بقيت بشوف حاجات غريبة وشكلها يخوف. حاولت اتخلص من الخاتم بس معرفتش. وصلوني لمرحلة الجنون وهددوني يا اما اموت نفسي يا اما هيأذوا اهلي، وفعلا انا هنفذ طلباتهم. سامحني يا صاحبي، سامحني يا صاحبي وادعيلي وخلي بالك من امي وابويا، ما كانش ليهم غيري، بالله عليك تخلي بالك منهم، لان انا في الاصل ما متش، انا في الاصل بقيت بخدم مع الساحر، خدوني عندهم بقيت جن زيهم. ومع نهاية قصتنا عرفنا ان احنا ما ينفعش نجري ورا الالغاز والغموض وحاجات السحر والجن، لان احنا ممكن نتأذي في اي لحظة.